كريم فؤاد في المرحلة الأخيرة من العلاج بعد معاناته من إصابة في العضلة الأمامية، وخلال يومين سيقوم كريم فؤاد بعمل أشعة جديدة لتحديد موعد عودته خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام حسب درجة الالتئام. تكريم الكابتن محمود الخطيب للكابتن عماد النحاس قبل الرحيل إلى الزوراء العراق. ظهور ودي جديد، بن شرقي يظهر في التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب الثاني أمام الكويت. محمد علي بن رمضان وصل اليوم إلى القاهرة بعد تواجده مع منتخب تونس في التوقف الدولي، ونفس الأمر لجراديشار وأشرف بن شرقي يصلان اليوم إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتهما مع منتخب سلوفينيا والمغرب. هناك تحسن في حالة إمام عاشور ويخضع لفحوصات دائمة، وسنعيد التحاليل مطلع الأسبوع القادم. بمجرد أن تكون نتيجة التحاليل طبيعية سيتم منح الضوء الأخضر لنزول الملعب تدريجيا. بمجرد إصابة إمام عاشور تم وضع بروتوكول علاجي وغذائي، ولم يتعرض اللاعب لنقص في الوزن. أشرف داري أصيب مجددا في العضلة الضمة ويحتاج لعلاج لا يقل عن أسبوعين، بينما حسين الشحات يعاني من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى 7 أسابيع. محمد شكري جاهز طبيا للمشاركة في المباريات، وأحمد رضا تعافى من الآلام في الركبة وشارك في التدريبات الجماعية وبحالة جيدة، واللاعبان جاهزان لمباراة أوجل نوار البولندي القادمة في دوري الأبطال. عادل مصطفى هو المسؤول فنيا خلال مباراة أوجل نوار القادمة يوم السبت المقبل. لائحة النادي الأهلي تنص على ضرورة حضور 5000 عضو أو أكثر خلال الانتخابات المقرر إجراها 31 أكتوبر من أجل اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي، وضرورة الحصول على موافقة 25% على الأقل من الحاضرين خلال الانتخابات لفوز أي مرشح بالتزكية. غير صحيح طلب تروب المدرب الجديد رفض تجديد أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وأي خبر عن تعاقد مع لاعب أو رفض تجديد لاعب غير صحيح. الأهلي لم يتحدث مع المدرب في أي شيء يخص ذلك، سواء شراء أو بيع أو تجديد عقد أي لاعب، إلا على الأقل في التوقف الدولي القادم. الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن عدد 27 معتقلا من مشجعي النادي الأهلي المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على خلفية 10 من القضايا. 10 قضايا تتعلق بتشجيعهم للنادي، مؤكدا أن أغلبهم من الشباب الذين تم اعتقالهم في فترات وأماكن متفرقة دون ارتكاب أي أعمال عنف أو مخالفة للقانون. ما تردد عن تفكير زيزو في التنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك غير صحيح جملة وتفصيلا. تفاصيل اليوم الأول لتروب مدرب الأهلي الجديد في تدريبات الأهلي. تواجد المدرب الدنماركي واللاعبين داخل النادي الأهلي في 13:10. جلسة مع اللاعبين قبل بدء التدريبات بتواجد المصابين في 13:10 تم من خلالها معرفة بعضهم البعض والحديث عن الفترة المقبلة. تروب تابع تدريب الأهلي أمس على مقاعد البدلاء على أن يدير التدريبات بداية من اليوم. مكافآت الأندية المصرية في السوبر المصري المقام في الإمارات، كل فريق مشارك سيحصل على 50,000 دولار، والوصيف سيحصل على مبلغ 200,000 دولار، والبطل سيحصل على مبلغ 300,000 دولار. مواعيد مباريات الأهلي حتى التوقف الدولي القادم. ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى. وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.